السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنسات ستاتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. حبايب المانجا واللي بيحبوا يخزنوا المانجا في موسمها، انا جايلكم بطريقة تخزين جميلة جدا وسهلة، ما تاخدش اي وقت ولا اي مجهود. يلا بينا على الفيديو. هنجيب معانا المانجا اللي انت شاريها. انا معايا دلوقتي مانجا زبدية عشان انا بحبها وبحب اخزنها من السنة للسنة ان شاء الله. غسلتها كويس قوي ونشفتها وجبتها وجبت بولة نظيفة وقشرت البطاطس بتاعتك، وهمسكها اقشرها كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبتقشري مش من البوز من تحت، بتنزلي من عند النبتة بتاعتها من فوق الجدر بتاعها وتبدأي تقشري، لان من تحت بيبقى طري قوي، ما ينفعش للتقشير. فوق بيبقى ايه سميك كده وماسك نفسه متماسك. هنقشرها زي ما انتوا شايفين كلها بنفس الطريقة كده. طبعا في ممكن يقولك تخزين المانجا سهل وما بياخدش، لا ما ياخدش سهل والواحد يحطها سليمة وكده. لا بس هي كده افضل واحسن. وتطلعي الكيس جاهز على العصير، صيف شتاء يبقى عصيرك جاهز في اي وقت. تشد الكيس تحطيه في شفشق الخلاط عليه الماء والسكر وتضربي. انما لو حطيتها بقشرتها بتسود، على ما تطلعيها تفك بتسود وتغمق وبتغلبك في التقشير. ولو سبتها لهلطت وسابت خالص كده من التلج بتبقى شكلها فظيع بصراحة. كده احسن حاجة ومش هتاخد منك حاجة. فرشنا ملاية وقعدنا بهدوء زي ما انتوا شايفين كده، وبدأنا نقشر في الحاجة وما خدتش منك وقت خالص او مجهود. بدأت اقشر في المانجا اهو، دي تاني حباية معايا. وهبدأ بقى اعمل كل الكمية بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وصلوا على النبي يا جماعة. طريقة سهلة ما بتاخدش وقت خالص، وانا بحبها كده بصراحة. بتطلع كأنك من السنة للسنة، كأنك لسه في موسمها، وبتبقى بريحتها وطعمها زي ما هي، ولونها يطلع تحفة كهرمان كده جميل. هرجع بقى اخلص وارجع لكم تاني بعد ما اكون خلصت كل الكمية. هو في تاني مانجا كتير يعني بقية القفص، بس انا ما حبيتش اكركب الدنيا يعني. انت على حسب الكمية اللي عندك، جايبة اتنين، جايبة كيلو، اتنين، تلاتة، 10، جايبة قفص، جايبة كرتونة، اللي انت جايباه بالطريقة دي. ومش ضروري تجيبي الكمية اللي انت هتخزنها كلها مرة واحدة، ممكن تجيبها على مرتين تلاتة، الدنيا ما نهدتش يعني. بالراحة واحدة واحدة، وخلي الدنيا معاكي كويسة، هونيها على نفسك تهون. القشرة دي ممتازة جدا في تقشير في المانجا. بتسهل المسائل، بتطلع يا دوبك القشرة، ما بتهدرش من المانجا حاجة. لايك يا شباب، لايك بوليز، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل لو عشان يوصلكم مني كل جديد. فاضل واحدة اهو. جربي الطريقة دي وادعيلي. وانت قاعدة بتسمع المسلسل هتمسكيها تظبطيها بالقشرة وتقطعها بالسكين، مفيش اي صعوبة خالص. وبقى كده انت خزنتي مانجتك من السنة للسنة. انا اصلا بحب الصيف عشان خاطر المانجا، والله العظيم بحبها قوي. والقشر ده مش هنرميه، مش هنرجع له تاني دلوقتي، انا معاكم. احنا مش رامين منها حاجة اساسا، اعملوا حسابكم مش هنرمي حاجة من المانجا دي حرفيا. وهقول لكم ازاي، وان شاء الله اعمل لكم فيديو واوريكم النوع هنعمل بيه ايه. والقشر دلوقتي هعرفك انا هعمل بيه ايه برضو. هنرمي منها ليه ولا هنهدر منها ليه؟ ده ممتازة وجميلة اوي وطعمها حلو في الشرب، ومش هنرمي منها حاجة. نرمي ليه؟ نحن الستات مصريات عربيات اصيلات يا رجالي. حط لايك بوليز. طبعا احنا هنحتحت، مش هنطلع يعني، مش هنسيبها كده في حالها، لازم كده تنضفها بعشم وبذم زي ما انت شايفة كده. حاجة غليت ومعادش حاجة رخيصة، ولازم الدنيا تمشي كده ايه كده يعني. او شفت النظافة، مش هنرمي النوايا انا بقولك اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
واحط لكم في صندوق الوصف وصفة الفراخ المشوية في الكيس الحراري. واو، جميلة وخطيرة جدا. وهحط لكم برضو في صندوق الوصف رابط لفيديو البشرة، بشرة وتفتيح ولبان الذكر والجيلاتين والحاجات دي كلها. هحط لكم فيديوهين 3 في صندوق الوصف، يا ريت تتفرجوا عليهم، كلها حاجات مفيدة جدا للبشرة ومرطبة وجميلة جدا. احنا هنروق عليكم يا ستات العرب كله، معاصير ووصفات للبشرة، ووصفات للبيت، ووصفات للشعر، ووصفات وعصاير، ووصفات جميلة للأكل، وحاجات على قد الإيد. قناتنا زوروا قناتكم تجدوا كل ما يسركم. بدأت أعبي في الأكياس، قطعتهم كلهم بنفس الطريقة، وبدأت أحط في كيس التلاجة بتاعتي. وطبعا يا جدعان احنا غاسلين ايدينا ومنضفين الدنيا، مفيش حاجة كده يعني، لأن حاجة لا، الشغل في حاجة الأكل دي أمانة، حتى لو لولادك أو لبيتك. دي الكمية بتاعتي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده خلاص، وكده ان شاء الله خزنا منجتنا للصيف باذن الله تعالى. ده بقى القشر اللي كان من بتاع المانجا، مش هنرميه، جبنا خلطنا اللذيذ وحطينا فيه. تحطيش القشر لو كتير، ما تحطوش كله مره عشان الخلاط يعرف يشغله. هنحط كميه بكميه، مره او 2 أو 3. وهنحط عليها سكرنا اللي على حسب الطلب بقى، ممكن تحط كوبايه سكر، ممكن 2، على حسب انت ما بتشربي ازاي. والميه يا جماعه برضو. وهنغطي بقى وهندور عليه الخلاط. والله العظيم عصير جميل جدا جدا، وهتشوفوه دلوقتي. هو يعني مفيش ناس بتضرب المانجا بقشرها، دي ما قشر المانجا بمانجته بقشر، لان فيه برضو في القشر طلع فيه مانجا نرميها، لا خسارة. انا ضربتها على 3 مرات لان القشر كان كتير. عصير تقيل وطالع تمام، وطعمه مقولكيش تحفة. اي مصفى عندك ضيقة وابدأي صف عصيرك. اللايك بوليز، اللايك والاشتراك في القناة يا رجالة يا شباب يا انساتي يا ستاتي. ده العصير بتاعي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل؟ شايفينه شكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميل جدا جدا جدا. ويا جماعة لو كنتوا وصلتوا لغاية كده من الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. بحبكم في الله. مع السلامة. باي. يا جماعة اللي بتدخل تتفرج على الفيديو من غير ما تحط لايك او تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ده مجهود، وانت كده بتسرقي وبتطلعي. بالله عليك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش اللايك.